اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات الاي كي اف بريد توكس او حديث السلالات. في الحلقات دي هنقرب ونتعرف في كل حلقة على سلالة جديدة بشكل سهل وبسيط، هيساعد اللي عنده كلب انه يفهم خصائص سلالة كلبه، او اللي لسه عايز يقتني كلب انه يختار السلالة اللي تناسبه وتناسب اسلوب ونمط حياته. ودلوقتي معادنا مع المجموعة التاسعة. المجموعة التاسعة بتضم سلالات الكومبانيون والتوي دوجز. بتتميز سلالات التوي دوجز أو الكلاب اللعبة بسلالات أحجامها صغيرة بس شخصيتها قوية جدا. سلالات التويز سلالات صغيرة مرافقين لأصحابهم. بالرغم من حجمهم الصغير مع عدد جاين كانيش، إلا إن كتير منهم بيشتغلوا بشكل كويس جدا ككلاب مراقبة وحراسة، لأن عندها ميول عالي جدا على النباح اللي بينبه صاحبها. السلالات دي بيكون عندها شخصية ودودة جدا لأصحابها وعائلتها، ودايما بتكون عايزة تاخد كل اهتمام أصحابها. السلالة دي ما بتحتاجش جرعات كبيرة من التمارين، وبعضهم بيكون متعب في أكله، يعني ما بياكلش أي أكل. السلالات دي بتكون مرافق رائع للإنسان، وكمان عندهم استجابة عالية جدا للتدريب. المجموعة دي فيها أنواع مختلفة من سلالات الكلاب، بعضها بيكون عبارة عن أحجام صغيرة من سلالات الصيد أو الشبيتس أو الترييرز اللي تم إنتاجهم بالحجم المصغر ده لغرض معين أو وظيفة معينة، أو لمجرد إنها تكون كلاب أليفة حجمها مناسب للتربية في البيت. زمان كانوا بيحتفظوا بالكلاب الصغيرة اللي ما كانتش بتستخدم في الصيد كرمز للطرف والتفاخر، أو للمراقبة والحراسة، أو علشان يكونوا مرافقين للإنسان اللي هو الغرض الأساسي اللي وحد الكلاب بالإنسان على مر العصور. وبكده نكون خلصنا حلقتنا اللي بنتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك للحلقة وتعملوا شير لاصحابكم مهتمين بموضوعها او اللي بيربوا او حتى اللي بيحبوا الكلاب. تقدروا تشوفوا الحلقات القديمة وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان توصلكم اشعارات الحلقات الجديدة. نشوفكم في حلقة جديدة.